إن لما نلاقي زمان غفلة نجري نحيي هذا الزمان بالعبادات. ليه؟ أول حاجة أن العبادة في زمان الغفلة أخفى من غيرها. دي أول حاجة. ده وقت مش متوقع إن الناس تعبد ربنا فيه، فتلاقوا العبادة في زمان الغفلة أخفى. ركزوا يا جماعة، احنا كل ده بنطوف حوالين احنا ليه هنعبد ربنا عبادة زيادة في شعبان؟ بس طلعنا كده شوية بنؤصل أصلا، وهو إن لما نلاقي زمان غفلة نجري نحيي هذا الزمان بالعبادات ونكثر في هذا الزمان من العبادات. طيب ليه؟ علشان بقى الأسباب اللي بنقولها دلوقتي. أول حاجة أن العبادة في زمان الغفلة أخفى. وفكرة يا جماعة إخفاء العبادات دي برضو دي مسألة مهمة وخطيرة، وللأسف لا ينتبه إليها، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي والحاجات دي. بقى كل واحد في ايديه تليفون، لا تكاد تجد عبادة مخفية، حتى اللي هي أخفى العبادات قيام الليل. هو في بعد كده قيام الليل، هو لو يقدر يصور نفسه هيعمل كده.